السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شفتوا كده معايا في اول الفيديو اللي طبعا عرفتوا انا هعمل ايه النهارده. دي وجبات، ده اول فيديو ليا ان شاء الله على القناة وجبات الخير. يا ريت كلكم تتشجعوا كده وتعملوا زيي. بجد حاجة حلوة قوي وربنا بيبارك جدا في الاكل وربنا بيسهل كل حاجة، وتلاقيها كده جت من عند ربنا فجأة كده، تقولي الصبح هعمل وجبات. كل واحدة بقى على قد ما تقدر، لو فرخة واحدة لو نص فرخة اي حاجة، او مش شرط فراخ، اي حاجة متوفرة عندك ممكن تعمليها. وان شاء الله ربنا بيجازيكي خير عليها جدا. وطبعا انتوا عارفين الظروف في الايام دي صعبة، وناس كتير بتبقى محتاجة يعني ان هي تاكل فتعالوا يلا نبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده. جبت معايا بصل وطماطم وفلفل وتوم. هبدأ بقى ان انا اعمل التتبيلة بتاعة الفراخ. انا ما شاء الله كان عندي يوميها تقريبا 10 او 11 فرخة. طبعا مش انا بعملهم لوحدي يعني، اكيد ان شاء الله ربنا يقدرني في يوم من الايام واكون بعمل لوحدي. بس انا الايام دي بقى بنشترك كده انا وخالاتي وولاد خالاتي واصحابي، اي حد عايز يشترك معايا بيشترك. وبنعمل مع بعض كده، بنحدد يوم بس انا اللي بعمل الاكل يعني. آه، وان شاء الله ربنا بيقدرني وبيعني والله، وبتبقى الموضوع سهل وبيعدي ومبياخدش وقت خالص. فانا بقى قبلها بيوم كده بجهز الفراخ، بجيبها وبغسلها، وبغسلها كويس، بعمل لها التتبيله وتتبلها من بالليل عشان لما اصحى الصبح اجهزها على طول ماخدش وقت. ببقى جايبه مجهزه كل الحاجات اللي هتتعمل بيها، العلب بقى والاكياس والمخلل والعصير وكل حاجه. ببقى مجهزاها من بالليل وعارفه انا هعمل ايه. ببقى مرتبه حالي علشان ما اخدش وقت كبير. وطبعا الناس بتبقى في ناس بيبقى معرفاهم قبلها بيوم ان هم ما يعملوش اكل، ببعت لهم في البيت. وناس اللي بيبقوا موجودين في الشارع، ناس معينه يعني ببعت لهم، بيبقوا عارفين. فعشان كده ما بتاخرش بقى في اعمال الاكل علشان ما اخدش وقت. يلا بقول لكم على التتبيله بتاعتي، هي بسيطه خالص: طماطم على بصل على فلفل اخضر على كام فص ثوم، وبعصر عليها ليمون زي ما انتم شايفين كده. بضربهم في الكبه او بعملهم بالسكينه على ايدي عادي يعني زي ما انت عايزه. بحط لها بقى لورا، اي توابل عندك عايزه تحطيها، دي حاجه ترجع لك يعني. ما توقفيش نفسك على حاجه معينه، اللي متوفر عندك اعمليه، وبتطلع جميله وتبقى ريحتها قلب الشارع. دي بقى شويه بهارات 7 كده حطيتها عندي، ودي توابل فراخ. حطيت طبعا فلفل اسود، ده شويه كاري اللي موجود. انا طبعا عند ماما مش في شقتي، فعلشان بيساعدوني يعني مرات اخويا وكده، مرات اخواتي وكده. هنا فلفل اسود وملح، بتظبطي بقى الملح بتاعك. في ملح ما بيحدقش قوي، في ملح بيحدق. حطيت هنا شوية سكر عشان ما فيش عسل، فحطيت سكر عشان بيخليها تاخد لون حلو كده، واللحمة بتاعتها بتبقى مستوية حلو. ده كان بتاعت قرنفل كده برضو بيدي ريحة حلوة. لو عندك مطحون مفيش مشكلة بتحطي. هنا بقى عندي كام معلقة صلصة كده حطيتهم عشان يدي لون حلو. حطيت هنا خل، وكنت عصرة ليمون زي ما انتوا شايفين كده، شوية زيت. ايديا نضيفة بقى ما تقلقوش. بقلب كده بايدي عشان كل التوابل تدخل مع البصل والطماطم والفلفل والثوم وكل اللي انا حطاه. دي مش اول مره ان انا اعمل الوجبات دي، بس اول مره احطها لكم في القناه يعني. ده اول فيديو ليا. يلا كله يتشجع بقى ويعمل. لو حتى تعملي جنبك جنب الاكل كده. هنا بقى عندي الفراخ اهي، كنت نقعاها في دقيق وملح وليمون، بفتحها كده. بغسلها طبعا كويس وبقطعها قربة. بجيب الفرخة تقريبا 2 كيلو او 2 وحاجة بسيطة عشان تبقى حلوة والسوا بتاعها يبقى كويس. الصدر طبعا بتبقوا عارفين ان هو بيبقى فيه لحم كتير شوية، فلازم يتفتح عشان يستوي كويس. وانا لما باجي اسويها بحط الصدور لوحدها والوراك لوحدها. انا خلاص بقى التتبيلة خلصت وغسلت الفراخ، فهبدأ اتبلها بقى كويس.
واركنها في طبق بلاستيك كده، وبدخلها التلاجة بقى للصبح، عشان الصبح اول ما اصحى ان شاء الله اكون مجهزة حالي واقوم حاطة في الفرن على طول. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. ما تنسوش بقى اللايك للقناة والسبسكرايب، وانا عايزة تعليقات حلوة كده، وادعوا لي يا رب الفيديو ده ينزل، عشان انا عندي مشكلة في التحميل، مفيش ولا فيديو راضي ينزل خالص. فربنا يستر، نفسي القناة تكبر والله، وكله يتشجع ويعمل كده اهو زي ما انتوا شايفين. معلش في حتة بقى في الفيديو ما لقيتهاش، وانا بسوي وعملت حاجات كمان مع الفراخ. هتشوفوا دلوقتي لوبيا ناشفة وفاصوليا بيضة. بس للاسف ما جاتش ما لقيتهاش. أه هخلص بقى التتبيل كده واحطه في التلاجة بقى للصبح، والصبح ادخل في الفرن زي ما انتوا شايفين. هي بقى دلوقتي كانت خلاص طلعت من الفرن. الصدور لوحدها والوراك لوحدها، وحمرتها. هنا بقى معايا اللوبيا الناشفة، وعاملة رز بشعرية. معلش الباقي الفيديو ده ما لقيتوش عشان احطه ان شاء الله المرات الجايه، اكون مجهزاه واقول لكم على طريقه كل حاجه فيهم. ويا ريت تشجعوا بقى كلكم وتعملوا فيديو زي ده كده جميل. لو عندك لو ربع فرخه بس وشويه رز واي حاجه صلصه، وتديها لاي حد، ربنا هيجازيك خير ان شاء الله. يلا ما تنسوش بقى اللايك ليا كده، وتشجعوني وتشتركوا في القناه الناس اللي لسه ما اشتركتش، وادعوا لي بس الفيديو ينزل على خير ان شاء الله. يلا ربنا يجازينا ويجازيكم خير ان شاء الله. حطيت بقى في كل وجبة هنا شوية رز بشعرية، وبحط شوية لوبيا ناشفة، وهنا اللي قصادها دي بحط شوية فاصوليا بيضة زي ما انتوا شايفين كده، عشان قلت في ممكن الناس ما تكونش بتحب اللوبيا تاكل الفاصوليا، ما تحبش الفاصوليا تاكل اللوبيا. وبحط ربع الفرخة، وبحط كمان معاها مخلل وعصير. لما تيجي تحطي الوجبات دي تزودي في الرز، عشان في ناس بتبقى عيني بتحب الرز كده زيادة. فاللي ياكل ياكل بقى لما يشبع، ما يكونش الوجبة قليلة عليه، عشان الدعوة تبقى من القلب. فانا بقى برضو حاجة اقول لكم عليها، لما تبقي مثلا بعت لحد في البيت، تحاولي ان انت تحطي وراك لوحدها والصدور، تحطي من ده ومن ده، عشان في ناس بتحب الورك، في ناس ما بتحبش الصدر كده يعني. فانت تبقي واخدة بالك من النقطة دي. يلا ربنا يجازينا خير ان شاء الله. او زي ما انتوا شايفين اهو، شويه بقى من الوجبات كده كنت خلصتها، عشان اللي بخلصه بديه لحد يروح يوديه يعني، عشان الناس تلحق تتغدى. ما شاء الله العشر فرخات دول اتعملوا معايا تقريبا 40 وجبه. يلا اشوفكم على خير بقى ان شاء الله، ودعواتكم الحلوه كده ليا، ان ربنا يجازيني خير كده، واعمل فيديوهات من دي كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك للقناه. يلا سلام.